السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم راح أتحدث عن شيء دائما الناس تتجه له أو إنه ما تبدله، اللي هو ماء الراديتر. ماء الراديتر لازم يتبدل كل 50,000 كيلومتر أو كل 5 سنوات. إذا كان طبعا أكيد يكون زيتي أو دهني أصلي. هسه أنا من الوكالة سيارة الهافال S6 اللي كلكم تعرفوها اللي متابعني، فصار لي 5 سنوات، فلازم أشيك الماء الراديتر. زين شلون أعرف؟ طبعا السيارة هسه باردة اللي أفتحها أني، شلون اجي افحص مي الراديتر انه يستحق التبديل لو لا؟ اكيد من يتبدل لازم زيتي، واكيد انه ما راح ابدله بنفسي اني، لازم جهاز تربطه يسحب المي القديم ويبدل الماء الجديد. ليش؟ خوفا على طرمبة المي او احنا اللي نسميها واتر بام. هاي اكيد تروح للصيدلية تشتري هذا يقيس لك البي اتش، مقدار الحموضية والقاعدية في المي. فتجيب تفتحها، راح تلاحظ بالأخير، تلاحظ هنا هاي إذا كانت عندك العنوان، إذا كانت عندك ضمن القاعدية اللي هن أول 5 لحد 6.8 هذا مضبوط، ما عندك مشكلة بيه. ولكن من يعبر السبعة 7.2 الألوان مو كلش واضح هنا زيتوني، فيعني يحتاج تبديل. ليش يحتاج تبديل؟ يحتاج تبديل أول قدرة أو كفاءته لاكتساب الحرارة وفقدانها راح تقل. تلاحظ أن جودة التبريد عندك راح تسيء، تلاحظ عندك الحماوة احتمال ترتفع عندك بدون سبب أنه بدل دهن وما عندك أي مشاكل، وهذا أحد الأسباب. إضافة أنه من يزيد الحامضية أي شيء عندك حديد، سواء كانت طرمبة الماء أو نقدر نقول واتر بام أو المواصير انها اللي توصلها، اي شيء حديد راح يكون عرضة للتآكل، يعني الحامض ياكل الحديد. فقياس او الفحص مالته كلش بسيط. تاخذ هنا هاي اشرطه، تسحب شريط واحد من عندها، طبعا سعره مو غالي، اسحب الشريط واحد. شو راح اسوي؟ هذا الشريط شوف لونه اصفر، دخله هنا واسحبه، راح يتغير اللون، تيجي اللون تقارنه. هسه اذا تشوفوا انا قارنته، هذا قارنته 6.5 يعني بي مجال اني. لاحظ هنا يعني بالنسبة إلي رغم أني صار لي 5 سنوات بس ماشي عليه فقط 30,000 كيلومتر، فبعد بمجال شوف 6.5. من يعبر 6.8 لا أبدل. هسه أنا ما يحتاج تبديل بالنسبة إلي. فهاي كانت طريقة فحص ماء الراديتر بكل بساطة. هذا منتج جدا رخيص، هذا عندك من صيدليات تشتري، تاخذه كيت وتفحص الدهن، آسف تفحص المي. إذا كان عندك عبر 6.8 على اللون، شوف هسه هنا شوية اللون يعطي على الشمس متطابق. بالسيفتي من يعبر عندي 6.8 لا أبدله، فسألي بالسيفتي. راح أجربكم على السيارة الثانية إذا صار عندي مجال ونشوف. وكان هذا الفيديو اليوم، لا تنسى من الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.